بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله عندنا فيديو جديد لفيزياء تالتة ثانوي المنهج المصري. بصوا كده يا جماعه، زي ما احنا دايما بنتعامل بناخد كده فكره كده او اكتر من فكره من كل درس من المنهج، بنختار دايما الافكار التقيله او الافكار دايما اللي بيكون عندها فيها اختلاف. فكره النهارده بنتكلم فيها عن توصيل الاجهزه المنزليه في المنزل. بنتكلم عن الجزئيه دي، توصيل الاجهزه المنزليه في المنزل. الاجهزه المنزليه لما بنيجي عندنا بنوصلها في المنزل بنوصلها على التوازي. طب بنوصلها على التوازي ليه؟ احنا حافظينها كتعليله كده، بنقول حتى يعمل كل جهاز على فرق جهد ثابت، واذا احترق احد الاجهزه لا تنطفئ باقي الاجهزه. لان احنا عارفين ان في التوصيل توالي لو في جهاز اتحرق كل الاجهزه اللي بتكون متوصله توالي معاه بتنطفئ. مش هنقول بتتحرق، هنقول بتنطفئ. طب السؤال هو ممكن يجي عليها ازاي؟ هو ده سؤال او دي تعليل نظر احنا حافظينها. طب هي ممكن تيجي ازاي كسؤال كمسألة، سواء للأزهر أو سواء للتربية والتعليم؟ شوفوا يا جماعة، افترضنا مثلا نركز كده في المثال اللي هقوله دوت، وفي عندنا تحت كده في الورقة التانية هنا في تطبيقين على الجزئية ديت هنحلهم. أول حاجة نركز كده، افترضنا مثلا لو أنا عندي بطارية زي دي، البطارية دي وليكن 12 فولت، وفي عندي هنا مقاومة 6 أوم، وهنا مقاومة 6 أوم. وأهم حاجة في المسألة ديت، أهم حاجة فيه ان المقاومه الداخليه بصفر، لان اوقات المقاومه الداخليه بيكون لها قيمه، وده اللي احنا عرفناه في قانون اوم للدائره المغلقه. ديت المساله الاولى اللي هنشرح عليها المثال. الحاله الثانيه من المساله ديت، افترضنا مثلا البطاريه فضلت ب 12 فولت زي ما هي، مفيش مشكله، والمقاومه الداخليه برضه بصفر، برضه مفيش مشكله. وجيت هنا المقاومه ديت 6 اوم، والمقاومه اللي تحت وليكن اصبحت 3 اوم. وعاوزين نعرف ايه بقى؟ عاوزين وليكن قراءة الاميتر اللي موجود هنا اهو في الفرع ده في الحالتين. يعني انا عاوز قراءة الاميتر فوق وقراءة الاميتر تحت، او ايه اللي هيحصل لقراءة الاميتر؟ هتقل، هتزيد، هتظل ثابتة؟ دي اللي احنا عاوزين نعرفه من الاسئلة اللي بقى فيها شغل. طب ديت السؤال ده احنا هو ممكن يجيبه لك كسؤال نظري زي الاسئلة اللي تحت، وعشان تجاوبه كسؤال نظري مش هتفهمه غير لما انت تحله كمسألة لا ارقام زي ما انا عملت فوق كده. تعالوا بقى بدون ما نضيع وقت، لو احنا عاوزين نجيب قراءة الاميتر ده في الحالتين سواء فوق او تحت، الموضوع سهل خالص. احنا قلنا دي مسألة فيها توزيعات تيار ومسألة بسيطة خالص. اول حاجة انا عندي هنا البطارية، الفي بي بكام فولت؟ ب 12 فولت. جميل. وفي عندي هنا المقاومة الداخلية بصفر، سيبنا منها. في عندي هنا مقاومتين 6 اوم و6 اوم، وواضح من المقاومتين ان هم متوصلين توازي. في الحالة دي بروح اجيب ار المكافأة. ار المكافأة المقاومتين قد بعض، بنقول احدهم 6 على عددهم 2، يبقى المقاومة بتطلع 3 اوم. طب لو انا عاوز اجيب التيار الكهربي يساوي الفي بي على الار المكافأة. الفي بي بكام فولت؟ ب 12 فولت. طب هو الار المكافأة بكام؟ ب 3. يبقى التيار الكهربي هيطلع ب 4 امبير. ده مش قراءة الاميتر، هو التيار الكلي اللي طالع هنا هيطلع ب 4 امبير. طب هنعمل ايه؟ التيار الكلي اللي ب 4 امبير ده اهو هيجي هنا هيقابله مقاومتين، هيقابله 6 اوم وهيقابله 6 اوم، فال 4 امبير ايه اللي هيحصل؟ هتقوم راحه متجزأه، هنا هتبقى 2 امبير وهنا هيبقى 2 امبير. يبقى في الحاله ديت الاميتر اللي فوق ده اهو لما هيقرا معاه 2 امبير. يبقى هنا قراءه الاميتر ب 2 امبير، لان انا لما جيت اوزع التيار الكهربائي يعني في المساله ديت انا وزعت التيار الكهربائي بالتساوي على السته والسته. تعال نشوف المساله اللي تحت. ده الجزء الاول. تعالوا بقى نشوف المساله اللي تحت. المساله اللي تحت الفي بي بكام فولت؟ ب 12 فولت. جميل. وتعالى بقى كده نشوف المقاومه الداخليه. المقاومه الداخليه الستة والتلاتة دول توازي. الستة والتلاتة توازي دي من أكتر المسائل اللي بتقابلنا. ستة والتلاتة توازي، المقاومة المكافأة بتاعتهم باتنين أوم. وفي طريقة تانية، لو أنت عندك مقاومتين متوصلين توازي وفيهم واحدة ضعف التانية، خد تلت الكبيرة. يعني الستة والتلاتة دول توازي، مش الستة ضعف التلاتة، يبقى المقاومة المكافأة لهم تلت المقاومة الكبيرة، تلت الستة باتنين أوم.
يعني لو انا عندي 30 و15 مشهوره برضو، ال 30 ضعف ال 15، الاثنين توازي، خد تلت ال 30 يبقى الناتج المقام المكافأة ب 10، هتفرق معاك في الوقت في الامتحان. ال 18 والتسعه توازي، ال 18 ضعف التسعه، المقام المكافأة تبقى تلت الكبيره، الكبيره اللي هي ال 18، تلت ال 18 6 اوم. دي حاجه كده ايه من خطوات الحل السريع عشان توفر على نفسك وقت في الامتحان. نرجع تاني للمساله زي ما احنا اتفقنا، السته والثلاثه توازي، ار المكافأة بتاعتهم هتطلع بكام اوم؟ ب 2 اوم. في الحاله دي لو انا عاوز اجيب التيار الكهربي، التيار الكهربي بيساوي الفي بي على الار المكافأة، الفي بي ب 12، طب والار المكافأة ب 2، يبقى التيار الكهربي هيطلع بكام امبير؟ ب 6 امبير. ال 12 على الاثنين فالست، ادي ال 6 امبير اهو. جميل. ال 6 امبير لما هتيجي هنا تحت قابلها ايه؟ قابلها 6 وقابلها 3، المقاومة 6 ضعف المقاومة 3، يبقى تيار الثلاثة ضعف تيار الست، يبقى ساعتها ال 6 امبير لما يتجزأهم هيمشي تحت 4 امبير وهيمشي فوق 2 امبير. وديت من اساسيات توزيع التيار والجهد. جميل. لو انت لاحظت ايه بقى في الحالتين، ايه الفرق بين المسألتين؟ الاول، اول حاجة البطارية هي البطارية، والمقاومة الداخلية هي المقاومة الداخلية، والستة اوم هي الستة اوم. لكن الستة اوم ده هي اتغيرت تحت التلاتة اوم. ايه اللي اتغير في المسألة؟ لو جيت تلاحظ هتلاقي ان المقاومة المكافأة فوق كانت ب3 اوم، تحت بقت المقاومة المكافأة ب2 اوم، يعني المقاومة المكافأة اتغيرت، ولذلك هي المقاومة كلها اتغيرت، يبقى كده التيار الكهربي كله اتغير من 4 امبير ل 6 امبير. جميل. التيار الكهربي لما اتغير من 4 امبير ل 6 امبير، ساعتها المقاومة اللي اتغيرت هو اللي تيارها اتغير، يعني المقاومة 6 اوم لما اتغيرت ب 3 اوم، ساعتها تيارها اتغير من 2 امبير وتيارها زاد ب 4 امبير. جميل. لكن تلاحظ ايه، ودي اهم لقطة في المسألة، ان الستة اوم دهيت كانت ثابتة في الحالتين، هي ب6 اوم اهيت. طب تلاحظ ايه؟ هتلاحظ في الحالة ديت، في هنا قلب اتعمل بالغلط، ماشي. هتلاحظ بقى في الحالة ديت ايه بقى؟ هتلاحظ ان ديت 2 امبير، التيار تحت فضل برضه ب 2 امبير. علشان كده افترضنا ده وليكن عندك في البيت وليكن ريسيفر اهو، ريسيفر، وده مثلا كان تلفزيون، وشلت التلفزيون وركبت مكانه وليكن تحت هنا اهو تكييف. ساعتها مين اللي تياره اتغير؟ التيار كله اتغير، وتيار التلفزيون بدل ما كان 2 امبير بقى تيار للتكييف 4 امبير. هل الريسيفر نفسه اللي كانت مقاومته 6 اوم في الحالتين تياره اتغير ولا فضل ب 2 امبير؟ لا، فضل ب 2 امبير. يبقى في الحاله ديت انا لما انا غيرت احد الاجهزه بدلته، ايه اللي هيحصل؟ في الحاله دي التيار الكهرباء فضل ثابت، تيار الريسيفر فضل ثابت ما تاثرش. طب ايه السبب؟ السبب العلمي ان المقاومه 6 اوم فوق والمقاومه 6 اوم اللي هنا، المقاومتين دول متوصلين توازي، فرق الجهد عليهم ثابت ب 12 فولت. فالمقاومه 6 اوم ده اهي فرق الجهد عليها ب 12، والمقاومه ب6، يبقى التيار في على الار، يبقى 12 على 6 التيار طلع ب 2 امبير. طب تحت هي المقاومه ب6 وفرق الجهد برضه عليها ب 12، فبالتالي لما اجي اجيب التيار هيبقى الفي على الار، يبقى 12 على 6 هيطلع برضه ب 2 امبير. عشان كده كنا بنيجي نقول ايه بقى؟ بتوصل اجهزه على التوازي حتى يعمل كل جهاز على فرق جهد ثابت اللي هو 12 فولت. فاذا احترق احد الاجهزه سواء التلفزيون اتبدل لتكييف او سواء اتحرق، باقي الاجهزه ما تتاثرش، اللي هو الريسيفر اللي كان موجود معانا فضل تياره في الحاله دي ب 2 امبير. اظن ما فيش ابسط من كده وشرحناها بالتفصيل. طب تعالوا بقى نحل السؤالين اللي موجودين تحت. اول سؤال بسيط خالص، السؤال ده هو الفكره اللي فوق دي، لكن هو هنا تحت جايبها كرموز، جاي بيقول لك ايه؟ اي من الاشكال البيانيه الاتيه يمثل العلاقه بين قراءه الاميتر وقيمه المقاومه المتغيره اس. يعني ايه؟ يعني انا هغير المقاومه المتغيره ده، هغير قيمتها، ايه اللي يحصل لقراءه الاميتر ده؟ طب ما دي نفس المساله اللي فوق. يعني افترضنا دي مثلا كانت وليكن 6 اوم، ده هي 6 اوم وده هي 6 اوم، وبيقول لك المقاومه المتغيره ده اتغيرت وليكن بقى 3 اوم. الاميتر ده هو هل بيقرا عليها ولا بيقرا على المقاومه الثابته 6 اوم؟ بيقرا على المقاومه الثابته 6 اوم. يبقى في الحاله دي مهما المقاومه المتغيره اس دهيت مهما اتغيرت، قراءه الاميتر ثابته. قراءه الاميتر بتكون ثابته يا جماعه، وده اللي انا قلته فوق. يبقى في الحاله ديت مهما انا غيرت الاس يبقى قراءه الاميتر ثابته.
من اكتر الاسئله المعقده في المنهج، ومعمول عليه تحليل اهو، وفي الاخر ثبتنا اللي هو اسهل من اسهل اسئله المنهج، بس لازم تكون فاهم الجزء اللي فوق. طب تعالى كده نشوف اللي تحت. اي الاشكال الاتيه يمثل علاقه من قراءه الفولتمتر وقيمه المقاومه المتغيره؟ بصوا كده يا جماعه، السؤال ده هتفهموه اكتر لما تكونوا واخدين، لو انتوا واخدين قانون للدائره المغلقه، اللي هي حاجه اسمها في اوت والفي ان. ان الفولتمتر ده لما باجي اخد القرايه، هنشرح الجزئيه ديت في فيديو كامل. ان الفولتمتر ده لما بيجي ياخد القرايه، بياخد القرايه يا اما من تحت ويا اما من بره، يا اما في ان من تحته يا اما الفي اوت من بره. ازاي؟ يعني الفولتمتر ده يا جماعه بيقرا هنا على ايه؟ الفولتمتر ده بيقرا على المقاومه اس، لان هو متوصل توازي معاه، او ممكن بيقرا على المقاومه ار، او ممكن بيقرا على البطاريه اللي فوق ده اللي مقاومتها الداخليه بكام؟ بصفر. وخدناها في قانون الدائره المغلقه ان انا لو انا عندي فولتمتر، طب ليه هو الاول ليه هو بيقرا على الثلاث فروع دول؟ لانه هو متوصل توازي على الثلاث فروع. فبالتالي لو الفولتمتر ده بيقرا على البطاريه اللي موجوده فوق، البطاريه لها مقاومه داخليه بصفر، يعني ملهاش مقاومه داخليه اصلا، يبقى ساعتها قراءه الفولتمتر في بتساوي الفي بي، يعني القرايه ثابته. يعني قراءه الفولتمتر ثابته مهما اتغيرت قيمه المقاومه المتغيره. طب ممكن ناخد قرايه ثانيه؟ ايوه. ايه هي القرايه الثانيه؟ لو الفولتمتر ده رحت خدت القرايه من الفرع اللي في النص، هو متوصل توازي على الفرع اللي في النص، ساعتها بقى قراءه الفولتمتر فيه بتساوي اي في ار. نرجع للملاحظه اللي قلناها، مهما انا غيرت مقاومه الريستات، هل المقاومه ار اللي في النص دي بتتغير؟ لا، ده ثابت. طب هل هي تيارها بتغير؟ لا، التيار اللي بتغير هو التيار الكلي والتيار اللي تحت. يبقى في الحاله دي التيار كمان هيفضل ثابت. يعني التيار فضل ثابت والمقاومه فضلت ثابته، يبقى قرايه الفولتمتر فضل ثابت، يبقى انا باخد القرايه ثابته. الحل الثالث لا، او الحاله الثالثه هو هنا الفولتمتر بيقرا على المقاومه اس. لاحظ كده بقى معايا فوق، لما المقاومه كانت 6 اوم هنا، تحت بقت 3 اوم، ايه اللي حصل للتيار؟ كان ب 2 امبير وتحت بقى ب 4 امبير. يعني انت لو جيت تجيب فرق الجهد على المقاومه دي فوق، هيبقى اي ب 2 في الار ب 6، يبقى فرق الجهد ب 12. طب لو جيت تجيب تحت، فرق الجهد هيبقى اي ب 4 والار ب 3، يبقى فرق الجهد ب 12. فضل فرق الجهد ثابت ليه؟ لان التقليل في قيمه المقاومه من 6 ل 3 زود التيار الكهربي بقيمه او بمقدار معاكس للقيمه ديت، للمقدار اللي قلته المقاومه يعني، فزاد من 2 ل 4، فعوض النقص بتاع المقاومه. والفولتمتر قرايته بتكون اي في ار، فبالتالي ديت قلت للنص، فالتيار زاد للضعف، فساعتها قرايه الفولتمتر تظل ثابته. اظن الملاحظه ديت احنا جبنا من الاخر فيها. طب تمام. اهم كلمه في الملاحظه ديت، ودي باكد عليها هوت، ان كل الفيديو ده مظبوط وتمام وكل حاجه، لكن لازم اهم حاجه هنا ان المقاومه الداخليه بتساوي صفر. طب لو المقاومه الداخليه موجوده، وفعلا بتبقى موجوده في الباب الثالث، في الدرس الثالث الخاص بقانون الدائره المغلقه، ساعتها هنبقى نعرفك هنتعامل معاه ازاي في فيديو كده برضو لوحدها. تمام. ويا ريت يا جماعه نشير الفيديو ده كلنا مع بعض.